السلام عليكم. آه، ازيكم؟ وحشتوني كلكم. واحد واحد واحد. حابب اقول النهارده بالظبط التلات. آه، تلات كام؟ معلش ثانية. التلات 11 7. قدامي يومين بالظبط وخلص امتحانات عشان انا ثانوية عامة. بخلص امتحاناتي يوم الخميس 13 5. لو شايف ان الكواليتي خرا فعشان ده مش الموبايل بتاعي، انا موبايلي محبوس في المدرسة. بس المدرسة عايز اتقفشت بيه وانا بحاول اغش بصراحة. اتقفشت بيه وهو من ساعتها محبوس، من تالت امتحان، من يوم امتحان الإنجليزي بالظبط. بحس إن شريطي زبدة. طيب أنا بقول دلوقتي إن أنا إن شاء الله هرجع أعمل فيديوهات تاني. شايف إن أنا حالي التكييف ده الاتنين ميعملوش حاجة مع بعض. المهم عايز أقول بس إن أنا إن شاء الله هرجع أعمل فيديوهات تاني. مش عارف، بس مش عارف هي هتبقى إيه. ف... مش عارف برضه بصور الفيديو ده ليه. بس أنا قلت عايز أصور فيديو قبل آخر امتحان ليا، يمكن الذكرى مثلا، او هحطه في الفيديو اللي هينزل على اليوتيوب، وهو احتمال 90% انه ينزل على اليوتيوب دلوقتي. خلص امتحاناتي بالظبط يوم الخميس. ف الفيديو ده هينزل تقريبا على يوم الجمعة او يوم السبت، على حسب انا هنتجه امتى او اخلصه امتى. تمام، بس انا مش عارف انا هعمل ايه، بس ممكن نطلع نحكي، نتكلم شوية. انتوا وحشتوني وانا حابب ان انا اعمل فيديو، حابب فشخ ان انا اعمل فيديو. أنا دراعي وجعني والله من كتر ما ماسك الموبايل فعلا. نشوف كده شوية. آه، ادعوا لي أنجح وأجيب مجموع كويس وأشرف أهلي وأشرفكم وأرفع راسكم. محدش عارفني عموما، محدش عارفني أصلا. ف... بس ادعي لي يعني. دعوة 40 غريب مستجابة، هما بيقولوا كده. ده آخر امتحان ليا بعد بكرة، بعد كمان يومين بالظبط. آخر امتحان ليا كطالب مدرسي. إن شاء الله بقى هبقى طالب جامعي لو نجحت. محسسني مدمن. الساعة دلوقتي 2:30 ل5 بالظبط العصر، يوم الأربعاء. كمان 24 ساعة بالظبط هكون مخلص المفروض امتحانات، قاعد في البيت، يا إما نايم يا إما بعمل حاجة. بس مش عارف ايه هي أصلا هتكون. المشكلة في كل ده إن أنا ما فتحتش كتاب الأحياء نهائيا، ومعرفش حرفيا أي حاجة فيه. أنا من أول السنة ما خدتش فيها درس واحد، فمعرفش أي حاجة. معرفش هعمل ايه بكرة. ربنا يستر. أنا اللي مصبرني بجد على كل ده إن خلاص ما عادش حاجة وخلاص هخلص، هنتهي من الكابوس اللي أنا عايش فيه. أول السنة كنت قايل إنها تبقى سنة عادية عليا زي أي سنة دراسية، إن كل حاجة هتعدي، وإن هعمل كل حاجة، اللي هو هنزل دروسي وهرجع من دروسي، همتحن وهتبقى كل حاجة تمام. أنا بسحب كل كلمة قلتها. ثانوية عامة أوسخ سنة دخلتها، أزبل حاجة حصلت في حياتي هي ثانوية عامة. والسنة دي حرفيا أوسخ سنة أنا عشتها. سنة مليانة مشاكل، سنة مليانة اضطرابات، سنة مليانة كلام كتير وحوارات كتير. كل ده إن شاء الله هيخلص بكرة. صباح الخير. حاليا احنا بدأنا يوم جديد. الساعة دلوقتي 12:30، يوم الخميس بالليل، بداية يوم جديد. 7 ساعات بالظبط وهروح امتحن. الفاصل اللي انا عملته دلوقتي انا ما عملتش في حاجة غير ان انا نمت، ما ذاكرتش، ما فتحتش حاجة. زانق نفسي قبل الامتحان ب7 ساعات بالظبط، انا ما اعرفش اي حاجة في المادة. اه متستغربش، انا لسه لابس، ما بخرجش من البيت تقريبا، فتلاقيني لابسه على طول. انا هروح امتحان، ههبد اللي قدامي. اصل يعني هي مادة فهم، فاهم او حفظ، مش فاهم.
مش عارف. بس هو اللي انا عملته في الامتحانات اللي فاتت هعمله في الامتحان ده، وربنا يعدي على خير. الحوار صعب، الحوار صعب، اصعب مما كنت انا اتخيل. بس ان شاء الله يعني هتعدي على خير وهتخلص، كل حاجة تبقى تمام ان شاء الله. عايز بجد احاول اذاكر الاحياء. كده مش هينفع. على مدار الامتحانات اللي فاتت انا مش عارف انا كنت بحل ازاي. مش عارف، مش عارف فعلا كنت بحل ازاي. مش عارف انا هحسب صح ولا غلط. مش عارف انا هجيب مجموع كويس ولا هجيب مجموع وحش. مش عارف انا هنجح اصلا ولا مش هنجح. بس اللي انا متاكد منه ان هتخلص، هتخلص ان شاء الله. باين الساعه حاليا 4 الفجر. خش اتوضى، انزل اصلي الفجر في الجامع. عامل ايه دي؟ في الطريق الى الجامع هو ده. اصلي وارجع احاول احفظ اي حاجه واذاكر اي حاجه كده اطلع من الامتحان. الله أكبر الله أكبر. لسه مخلص الصلاة دلوقتي، بس هطلع البيت بس هيدي كلمتين بعدها هطلع الامتحان، ربنا يستر. طيب آه، نص ساعة، نص ساعة وآخر امتحان الساعة 8:وتلت بالظبط. فيا دوبك يعني أنزل ألبس وأنزل أروح الامتحان. طيب فجيت ريدي ويز مي اوتفيت آخر يوم امتحان. تي شيرت ريال مدريد بتاع الموسم ده اللي طلعنا بيه من دوري ابطال اوروبا قدام مانشستر سيتي. كان الاسود اللي عندي برضه، بس ده الابيض احسن. بنطلون اسود، ده الحزام بتاعه، الحزام اللي أنا هلبسه عليه اللي بيبقى واسع عليا، تمام. وشوز ابيض علشان اطقم كويس، عشان فاهم يبقى كويس. يا عم ده بقاله اسبوع. خدت بزار؟ لا ما كانش هزار. مطبخه بصور خد افوله؟ ايوه يا عم، لا يا عم ده بقول لك من اسبوع. اسبوع ده من اسبوع. لا لسه. نصيحة لأي حد ناوي يخش ثانوية عامة، اوعى تخشها. من خصمك وابعد عننا مش طايقاك، سيبني مش عايزة ابقى معاك، ما تورينيش وشك تاني. من خصمك رجعنا الحمد لله، خلصنا ثانوية عامة، كله على الضبط، كله على 100. كله في النية مستخبي. ورجعنا تاني بعد غياب طال 2.5 تقريبا. الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي انا بصور يوم 7/9 من شهر 8 شهر 9، شهرين عشان الفيديو ده ينزل. بعد أسبوع الفيديو ده هينزل بالظبط يوم 14. طيب أنا إيه اللي خلاني أتأخر؟ ببساطة لأن أنا يوم النتيجة بالظبط اكتشفت أنا كنت شايل المادة اللي أنا شلتها دي بلاش نتكلم فيها دلوقتي، جاية في وقتها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، أول حاجة دروس ثانوية عامة بالظبط السنة دي بدأت في شهر 8. المدرسين كلهم بدأوا في شهر 8، كل نزل في شهر 8 إلا العبد لله طبعا. في الوقت ده أنا كنت بشتغل في الأجازة، في طريق بنزل أشتغل. قررت إن أنا ما أبدأش دروس دلوقتي وأبدأ في شهر 9 أو في شهر 10. ليه؟ إن أنا قلت لنفسي كده إن اللي هيتقال دلوقتي هو مجرد كلام عن مدى السنة وصعوبتها والجو ده، ويبدأ مثلا يرجع لك بقى في اللي انت خدته زمان والجو ده. نزلت دروس بالظبط في آخر 10 بدايات 11. يعني أنا ضاع مني بالظبط شهر 8 وشهر 9 وشهر 10، 3 شهور في بداية ثانوية عامة، هي أصعب سنة أنت هتمر عليها. وأنا مش بحبطك، هي فعلا أصعب سنة أنت هتمر عليها، وأزبل سنة وأوسخ سنة أنت هتعيشها في حياتك. مش إحباط والله، أنا بس يعني بقولك الحقيقة.
فلما نزلت دروس اخر 10 بدايات 11 نمشيها بداية شهر 11 بالظبط، الدروس اللي انا نزلتها كانت احياء، عربي، كيمياء. قعدت شهر 11 ما كنتش باخد غير الدروس دي. شهر 11 خلص كنسل العربي، ما بقتش اروح عربي. مش سبت المدرس اللي انا عنده، لا، ما بقتش بنزل دروس عربي، ما فيش عربي بالنسبه لي. شلت العربي، فبقى بالنسبه لي الكيمياء والاحياء. حطيت مع جيولوجيا لان كان نفس المدرس اللي باخد عنده احياء وكان هو اللي بيدي جيولوجيا. بس انا ما كنتش بروح الاحياء، انا كنت بروح مثلا لو يعني لو عندي احياء 7 ايام في الاسبوع فانا كنت بروح يوم. انا كان عندي يومين في الاسبوع كنتش بروح، يعني كنت بروح مثلا في الشهر حصتين 3 كده. فالاحياء انا ما اعرفش فيها حاجه، لكن الجيولوجيا دي اللي انا كنت بروحها، والكيمياء برضه كنت بروحها. فانت عندك دلوقتي انت ما بتاخدش دروس في العربي والفرنساوي والانجليزي والفيزياء، دول مواد اساسيه بالنسبه لك، انت ما ينفعش ما تاخدش فيهم دروس. شهر 11 خلص، بقينا في نص 12 كنسل الدروس. شهر 12 مفيش دروس بتتاخد، انا ما نزلتش ولا درس في شهر واحد. فانا ما اعرفش اللي عندي المواد اللي انا كنتش اصلا باخد فيها دروس، اللي هي ايه؟ فيزياء، انجليزي، فرنساوي، احياء، عربي. انت دلوقتي من اصل 7 مواد انت ما تعرفش حاجه في ال5 مواد. شهر 12 وشهر واحد ما تاخدش دروس، ما تعرفش ايه منهجك، وانت ثانويه عامه علمي علوم مش ادبي. مش بقول ان ادبي سهل، ثانويه عامه كلها صعبه. انت في شعبه علمي اصعب مواد، انت عندك كيمياء وعندك الفيزياء. علم الرياضه طبعا اصعب حاجه، تمام. انا كنت علمي علوم، علم الرياضه طبعا اصعب حاجه. شعبة علم ذات نفسها هي صعبه، مش سهله تماما. انا مش بقول برضو ان ادبي سهل، كل حاجه صعبه في ثانويه عامه من الاخر، تمام. فانت في شهر واحد، في شهر 2، في بدايات 3 انت ما بتاخدش دروس في اي ماده، وانت خلاص تعرفش ايه اللي عندك في منهجك، وانت ثانويه عامه. انت ثانويه عامه المفروض كنت تبدا من اول 8 زي بقيه الخل اللي نزل دروس، وتنزل تعرف موادك، تعرف منهجك، تعرف كل حاجه. انا ما عملتش كده، ان انا مستهتر، نمشيها مستهتر، تمام. جه شهر 3 ليا صديقي وقريبي، تمام، تقريبا نفسي او مش نفسي قوي، يعني كان ساعات كان بياخد دروس في شويه مواد، في الباقي لا، انا كنتش باخد دروس خالص، تمام. كلمني وقال لي ان عارف انك ما بتاخدش دروس، تعالى ننزل مع بعض برايفت والجو ده. قلت له ماشي. نزلت في شهر 3 مادتين بس اللي هم كانوا فيزياء وجيولوجيا، باقي المواد مفيش. من شهر 3 لحد امتحاناتي انا ما باخدش غير فيزياء وجيولوجيا بس. انا امتحاناتي كانت في شهر 7، ايوه 13/7. انا من شهر 3 لشهر 7 ما باخدش غير جيولوجيا وفيزياء بس. وانت علمي علوم، وانت ثانويه عامه، ما تعرفش ايه اللي عندك في المواد بتاعتك الاساسيه. مش اقول لك مثلا بقى الاقتصاد او احصاء او دين والجو ده، المواد الاساسيه اللي هي كيمياء وفيزياء وعربي وانجليزي وفرنساوي وجيولوجيا واحياء، ما تعرفش اي حاجه في دول. هتقولي طبعا انت كنت بتعمل ايه بقى؟ انت كنت بتعمل ايه طول ولا اي حاجه؟ عارف لما بتبقى مثلا النور قاطع عندك فبتقرر فجاه انك تقوم تعمل كل حاجه؟ انا كنت كده. جربت اكتب، جربت ارسم، الحمد لله يعني بقيت بعرف ارسم، مش قوي يعني، اتعلمت الاساسيات شويه وبقيت بعرف ارسم. جربت اعمل مزيكا بدايات، تمام. انت في ال4 شهور دول انت ما عملتش حاجه كاريرك دراسي. طبعا بقى غير الايام اللي انا كنت مقضيها نوم بس والله. حتى ما كنتش بنزل اقعد مع اصحابي كتير، يعني كنتش بنزل خالص، بس ما كنتش بنزل كتير. يوم 13/7 كان في اليوم ده كان عندي وطنيه ودين. قبلها باسبوع مدرس العربي اللي انا كنت باخد عنده، هو يعتبر صديق ليا يعني، فرق السن ما بينه وما بينه يعني مش كبير، وكنت عنده من اول ما بدأ في اولى ثانوي، هو لسه بادئ، فكنت عنده، فهو يعتبر صديق ليا. كان منزل ان هو عامل مراجعه، اللي حتى ما بياخدش عنده هيرجع يجي ياخده ببلاش والجو ده. كلمته ورحت حضرت المراجعه دي. امتحان العربي، بدايه الامتحان عباره عن 3 ساعات ونص تقريبا او 4 ساعات، 3 ساعات. الامتحان اتحط قدامي، انا حرفيا ما اعرفش اي حاجه. حتى الاسبوع اللي كان قبل الامتحان اللي كنت بروح فيه المراجعه كنت برجع كنت بذاكر واعرف، لكن اللي انا بذاكره ده انا فاهمه مستحيل افهمه، مستحيل. قواعد نحويه، بلاغه، قراءه، نصوص على القصه، كل دول انا ما اعرفش فيهم اي حاجه. كل المراجعه اللي كنت بروحها دي كانت لازمتها ايه؟ عرفت فيها شويه حاجات، لكن هل هقدر افهمها من يوم او هقدر افهمها من مره؟ مستحيل. ليله الامتحان بتاع العربي ده فقدت الامل، فسبت الكتاب كده على الله. دخلت الامتحان، طبعا كان معايا الموبايل، عديت من التفتيش زي الفل ولا كأن انا معايا حاجه. اهم حاجه انك تكون داخل واثق في نفسك، دي اهم حاجه. اللي يقول لك طلع الموبايل اللي معاك كله في جيوبك، هتتوقع انك مخبيه في حته فهيفتشك، لكن انا كنت حاطه في مكان لا يخطر بمره على البال. مش هقول لك طبعا فين. دخلت الامتحان، كان عندنا حرفيا في اللجنه
مراقبين عادي زي اي لجنة، بس كان عندنا احنا 3. ليه؟ ما تعرفش انا كنت داخل بالموبايل عادي، وكنت لابس ساعة سمارت هنا في ايدي كده. هي مش سمارت اللي هي العادية، تمام، مش اللي هي المربعة دي، هي بتبقى دايرة، ساعة دايرة عادية زي أي ساعة. فاللي هيشوفها مش هيقول إنها سمارت، بحيث إن لما مثلا الامتحان يتبعت لي يوصل لي هنا إن الامتحان اتبعت، فأقدر ساعتها أعرف إن الامتحان اتبعت، أو أنزل بقى الحمام أشوفه، أو أحاول أطلعه أنا في اللجنة وأعرف حاجة. وفعلا ده اللي حصل. لكن ده حصل إمتى؟ في آخر ربع ساعة. في آخر ربع ساعة في الامتحان قدرت إن أنا أطلع الموبايل. ده كان نتيجته إن أكتر من 14 سؤال اللي هم الأواخر في البابل شيت أنا محلتهمش. فالمراقب اللي كان عندي، أنا حرفيا كنت تاني واحد ورقته بتتلم. أول واحد كان مخلص، أنا اللي كنت بعده على طول. المراقب جه خد مني كراسة الإجابة اللي هي كان فيها الامتحان، فأنا معرفش إيه الأسئلة اللي قدامي. في أكتر من 14 سؤال أنا محلتوش، فأنا مش عارف إيه هم. هو واقف جنبي، هات الورقة، عايز أحل. لا أنت وقتك خلص. إحنا ما كانش لسه وقتنا خلص، كان لسه تقريبا 10 دقايق. هات الورقة طيب أشوف الإجابات وعلى أساسها أحل. كل وقتك ومش وقتك، ووقتك خلص بالنسبة لي. أنا عاند وهو يعند، ما رضاش في الآخر يديني الورقة، فظللتهم خلاص. وأكيد طلعوا غلط. فرقة العربي بتقول كده، خلصنا من العربي. جينا بعد كيمياء تقريبا مش فاكر الترتيب، فأحكي لك اللي حصل. الكيمياء، أنت لو سألت أي طالب في ثانوية عامة لو دفعتي يعني كان إيه أصعب امتحان بالنسبة لك 100% هيقول لك الكيمياء. أنا الكيمياء معرفش فيها حاجة، وما نزلتش فيها دروس. شهرين اللي نزلت فيها دروس فيها وكملتش فيها كمان، فانا اكيد ما اعرفش فيها حاجه، ولا ذاكرتها حتى، ولا حاولت اذاكرها. انا رايح الامتحان ما اعرفش حاجه فيها. انا رايح الامتحان معتمد ان انا هقدر اغش من اللي قدامي او من اللي ورايا، او اللجنه تبقى سايبه شويه، او ان انا اعرف اطلع التليفون واحل منه. وهو فعلا ده اللي حصل. الامتحان كان خرا وزي الزفت. انا بصراحه ما اعرفش الكلام ده، لان انا ما كنتش فاهم ولا كنت فاهم في اي حاجه. ولكن اللجنه كانت تشد شويه بتسيب شويه، بس مش اللي هو سايبان عادي يعني، فاهم؟ مش اللي هو سايبان قوي، هو مثلا كان غباء من المراقبين بصراحه. قدرت ان انا احل اللي بعدها. فيزياء دي انا باخد فيها درس تمام وزي الفل وكل حاجه تمام، وعارفها وفاهمها وبذاكرها وكل ده تمام. لكن انت تتخيل ان انا حليت في الكيمياء اكتر من ان انا حليت في الفيزياء. ما ذاكرتهاش برضو قبل الامتحان، فرحت معتمد طبعا على الغش. تاني اصعب لجنه انا مريت بيها. مفيش تنفس حرفيا في اللجنة. أدى ذلك إلى إني نزلت الحمام، حفظت الإجابات، طلعت نسيت الإجابات اللي أنا افتكرته إن أنا يا دوبك حليته. اللي كان قدامي بقى إيه، حاولت إن أنا أحله. طبعا خدت شوية من اللي قدامي، يعني اللجنة كانت صعبة بس يعني عرفت نسلك نفسنا. كان بالنسبة للفيزياء إن أنا آخد فيها درس فاهمها. خش لي على اللي بعده. إيه؟ الفرنساوي. تمام، طول سنين ثانوي ما كنتش بذاكره، بدخل الامتحان وبقفله حرفيا. اللي حصل لجنة الفرنساوي كانت سهلة فشخ، كلنا حلينا مع بعض وخرجت منه زي الفل تمام. خش على الانجليزي، وده كان أسوأ يوم في الامتحانات كلها. ليه؟ الانجليزي طبعا انا معرفش فيه حاجة، معرفش فيه الجرامر ولا اعرف قصة طبعا بتتكلم على ايه، ولكن انا كان معايا فيلم، قصة الفيلم ده هو قصة الانجليزي بتاعتي، فاتفرجت عليه وتمام. وغير كده برضو كان مدرس صديق عزيز قدوة، طبعا ابو شبيل الفيديو ده فهو قدوة طبعا، صديق، فرق ما بيننا يعني مش كبير، فتمام. رحت له ورجعنا شوية كده، دخلت الامتحان مع اعتمادي الأول والأخير على الغش. طلعت الموبايل في اللجنة، اتقفشت بيه. بجح، أقول لك إيه، بجح. فالموبايل اتاخد. عندي دلوقتي مادتين، مادة بالنسبة لي حلوة ومذاكرها، مادة أنا معرفش فيها حاجة. ما الموبايل اتاخد مني في الإنجليزي، كنت أنا حليت شوية طبعا. الموبايل اتاخد مني تقريبا في آخر ساعة، كنتش طبعا حليت الامتحان كله ولا كان الامتحان كله نزل. الموبايل اتاخد مني، قيس الدرجي دخلته ازاي وعملته ازاي، والمفتش اللي كان بيفتشك فتشك ازاي. طبعا دبست المفتش، قلت هو المفتش كويس، انا كنت حاطه هنا كده، حاطه هنا كده يعني في رجلي تمام. فجابوا المفتش، قال له انت فتشت ده؟ قال لهم وبعتوا لي فتشنا. انا في الايام كلها كنت بروح له هو، لان هو يعني اول مره لما عديت منه بقيت بتفائل بيه، فبقيت بروح عشان هو اللي يفتشني. قال لهم انا فتشته. قالوا له ده معاه موبايل. فالمفتش كده كان واقف اللي هو مصدوم. انا كان معايا موبايل، دخلته ازاي وعملته ازاي، انا بفتشه كل يوم. بعدها انا فضلت واقف ان انا عايز الموبايل بتاعي وان انا عايز اخده بقى بعد الامتحان بقى، وبتعالى ونشوف الحوار ده. فدخلت الامتحان، حليت. المراقبين اللي كانوا علينا لما شافوا ان انا معايا موبايل وخلاص بقى اتاخد مني، بقوا فاقدين الامل فيا، سايبوا اللجنه شويه.
شويه يعني، اللي هو احنا في اخر نص ساعه، يعني احنا قعدنا نص ساعه بره بيتكلموا معايا على الموبايل وانا ما حلتش حاجه. خلص امتحان الانجليزي، نزلت بقى اشوف حوار الموبايل ده وهعرف اخده تاني ولا لا. مفيش. بس اللجنه قعد يزعق وانا ازعق. حلف بالله ان انا مش واخد الموبايل غير اخر يوم الامتحانات، ولو اتكلمت تاني هيودي مع الورق الوزاره، وان انا هيتعمل لي محضر. كان كتب في كده محضر اثبات حاله ان انا اللي سلمت الموبايل بنفسي، عشان يعني ما يحصليش مشكله. فان انا اتعمل لي محضر ويتعمل لي تحقيق. حلف بالله عشان انا اتكلمت معاه وبجحت معاه. دخلنا على التحقيق، مكتوب في محضر اثبات الحاله ان انا اللي سلمت الموبايل لما سمعت المراقب بيقول اللي معاه موبايل يطلعه. خلاص بقى ده اللي مسلم. كان بيحقق معايا طبعا، قال لي دخلت الموبايل ازاي وعملته ازاي، تحطه في الكوتش بس. داخل منك الموبايل ازاي؟ لو مش عارف المحاضر اللي بتبقى في الاسم او اللي انت بتشوفها في التلفزيون كانت زيها بالظبط. اتاخد منك الموبايل ازاي؟ قلت له لا ما اتاخدش مني، انا اللي مسلمه. هتلاقي حتى مكتوب في المحضر اللي قدامك ان انا اللي مسلم الموبايل. خلص التحقيق، تاخد الموبايل تاني، يقول لي لا خلاص بقى ما تتكلمش تاني وما تعملش تاني عشان تعرف تاخده في اخر يوم الامتحانات. خلص الانجليزي، بعده الجيولوجيا. الجيولوجيا تمام، اسهل ماده عندي في علمي علوم، والماده كلها حفظ كده كده، باخد فيها درس في ايامها ومخلص المنهج بتاعها وكله تمام، بس ما ذاكرتهاش. كنت معتمد على انا كنت فاهمه واللي انا كنت حافظه. دخلت الامتحان وعلى اساسه ما عرفتش احل فيه، بس هو كان حلو تمام يعني، كان يتحل عادي. لو انا كنت ذاكرتها بضمير شويه كنت حله عادي وما كانش هيحصل حاجه. انا ما حليتش فيه طبعا، واللجنه كانت خرا. فكان قدامي بس كتاب المفاهيم ان انا اعرف اشوف اي حاجه منه. اول النظام ده ما اتعمل كنا بنقول ازاي يبقى معاك الكتاب قدامك وما تعرفش تحل. ساعتها عرفت ازاي الكتاب قدامي وانا ما عرفتش احل عادي. طبعا خرجت من الامتحان مضروب بالجزمه، ما حلتش حاجه في الجيولوجيا اللي هي اسهل ماده، انا ما حلتش فيها حاجه. انا حليت عباره طبعا عن هبد بس. اتعلمت من يوم الجيولوجيا، وكان عندي طبعا الاحياء. طبعا انت شفت ايه اللي حصل ساعتها، ولكن في حاجات تانية انت ما شفتهاش. دخلت طبعا الامتحان بموبايل كده صغير، ايفون 6، وعادي ان هو يستخبى عادي وتخش بيه. دخلت بيه، نزلت الحمام، ودي ماده انا ما اعرفش فيها حاجه، هما 3-4 حصص وبس. فكان لو ما ينفعش انا في الماده اللي انا حافظها وفاهمها ومذاكرها من اول السنه اللي هي الجيولوجيا، مش اول السنه يعني، بس على الاقل فاهمها وحافظها، عملت فيها كده من غير موبايل. كانت في الاحياء اللي هيحصل انا ما اعرفش فيها اي حاجه. الحمد لله الصعب عدى، الكيمياء والفيزياء والعربي كل دول عدوا. في الاحياء هنعمل ايه؟ هي برضه هي مش ماده سهله. خدت الموبايل نزلت، طبعا اللجنه كانت خرا والامتحان كان خرا. معايا ورق كتبت فيه الاجابات. الورق طبعا كنت مخبيه في جراب الموبايل. خلاص بقى كتبت الاجابات وطلعت. الامتحان كان تقريبا 3 ساعات، في 2.5 ما كنتش حليت اي حاجه في الامتحان. انا لحقت نفسي في اخر نص ساعه لما نزلت الحمام. طبعا كنت مخبيها في الكوتشي برضه، فتشوني برضه بس ما فتشش الكوتشي. طلعت الورق كنت متزاول حرفيا، كل شويه المراقب بيجي جنبي. بس الحمد لله عدى وكل حاجه تمام. خرجت طبعا والاحتفال وهيصنا وعملنا. بس يا سيدي بقى الدرجات طبعا دي مختلفة عن أي شهادة أنت هتشوفها، لأن دي شهادة دور تاني مش دور أول. كنت شايل مادة. توقع معايا إيه المادة اللي أنا كنت شايلها؟ هل المادة اللي أنا تليفوني اتقفش فيها، ولا هل المادة اللي أنا دخلت فيها بموبايل وحليت في آخر نص ساعة، ولا هل المادة اللي أنا دخلت فيها كده بقروني حرفيا وأنا ما كانش معايا موبايل ساعتها ولا كنت بذاكر فيها، إن هي مادة سهلة؟ لو كنت جاوبت صح وقلت إن هي المادة اللي أنا دخلت فيها بقروني فأنت صح. كنت شايل جيولوجيا، هي أسهل مادة بالنسبة لي. في العربي انا كنت جايب النص بالظبط، 40 من 80، يعني نجاح بالكامل والحمد لله. يعني الحمد لله انا كده ما كنتش اعرف حاجه في العربي، والامتحان كان جاي لافف برضه، ما كانش سهل بقى خالص. اكتر من 14 سؤال انا ما حليتوش، فالحمد لله يعني دي درجه كويسه. الانجليزي جايب فيه 39 من 50، يعني ولا 40 من 50، يعني 10 درجات زي الفل الحمد لله. الفرنساوي طبعا قلنا دي ماده سهله وعلى طول بجيب فيها امتياز، جايب فيها 35 من 40. الكيمياء اصعب امتحان، جاي فيه 51 من 60، 9 درجات بس انا ناقصهم في الكيمياء. الفيزياء اللي هي ماده انا باخد دروس فيها مذاكرها عادي وفاهمها وكل حاجه، جايب فيها 47.5 من 60، تقريبا 12 درجه. 12 درجه انا ناقصهم فيها. حلوه والله تمام. الاحياء هي اخر ماده وجايب فيها 54 من 60. الاحياء انا ما اعرفش فيها اي حاجه، ما اعرفش فيها كلمه حرفيا. 54 من 60، 6 درجات. يا سلام يا سلام. خش لي على الجيولوجيا، 26 من 60، اسهل 60 درجه ضاعوا. ده طبعا الاصل في المجموع هي العربي، يعني هي دي هما الاثنين دول هم اكتر حاجات انا ناقص فيهم، العربي والجيولوجيا. 26 من 60 شايلها وش، يعني درجه النجاح من 30 انا جايب 26.
مش المفروض يبقى في درجات رأفة؟ يعني لو لقينا حد مثلا محتاج الدرجات دي في مادة، في كذا مادة بنحطها له، فين ده؟ فين ده؟ هم حطوا لي الدرجات الرأفة كلها في العربي مثلا، حطوا لي 40 درجة رأفة في العربي. مستحيل ان انا كنت شايل عربي تمام يعني. ربنا طبعا كان مجموعي 292 من 410 في الحديد. طبعا في الحديد 71%، 71% ونص بالظبط، 71.5%. نتيجة الطالب له دور تاني في الجيولوجيا وعلوم البيئة. طبعا امتحان الجيولوجيا ده كان أسبوع، ودخلت الامتحان مفتش قصدي اللي كان على البوابة تحت تقريبا كان متبلغ عني ولا حاجة إن أنا يبقى معايا موبايل. طبعا كنت داخل بالموبايل أكيد، أصل دي ما فيهاش مجازفة تمام. طبعا كنت داخل بالموبايل، مفتش فضل كده واقف معايا شوية، طلع الموبايل معاك من الآخر وبتاع، طلع معايا موبايل. عديت منه وطلعت اللجنة. أول ما الورق اتحط قدامي خلاص بقى هبدأ أحل، نفس المفتش طلع لي تاني ونادالي انا بالذات، مع ان كان معايا ناس كتير، نادالي انا بالذات عشان يفتشني تاني. طلع الموبايل واتقفشت. ولكن يعني الحمد لله ان كان لينا مراقبين، ربنا يكبر بخاطرهم يا رب، جابوا لي الموبايل منه تاني. الحمد لله يعني عدت على خير. مش عايز افتح ولا عايز اقول حاجه تانية عشان ما يتحبسش. عديت الامتحان، عديت من الجيولوجيا وبقى مجموعي 72. حاليا واقف على ان انا اختبر رغبات ان انا اقدم في كليه. تيجي تقول لي بقى انت استفدت ايه من كل ده؟ انا ما استفدتش اي حاجه، بالعكس انا خسرت كتير. يعني لو كنت مثلا نزلت دروس زي اي طالب عادي من اول السنه لاخر السنه وكنت بذاكر، كانش ده مستحيل يبقى مجموعي، مستحيل ده يبقى مجموعي. ده زي 4-3% يعني. ثانويه عامه صعبه جدا. هي مش مجرد سنه، حرفيا هي ازبل سنه انت هتعيشها في حياتك. مليانه ضغط، مليانه كلام كتير. حرفيا دي كانت أسوأ سنة عشتها من حيث كل حاجة، دراسة بقى، نفسية، كلام، كل حاجة حرفيا وحشة عدت علي في السنة دي. نصيحتي لأي طالب ثانوية عامة داخل زي الطالب، أرجوك اوعى تغلط غلطتي. مش هقول لك انزل دروس، بس على الأقل ذاكر. خلينا ما انزلش دروس أصلا. إن أنا قلت مثلا الدروس اللي أنا هاخدها وإن أنا هصرفها والفلوس والجو ده، هفتح يوتيوب وهتفرج وبتاع، وأنا ما عملتش أي حاجة من دي. اللي طبعا أنا اتفرجت عملت أي حاجة. ما تعملش زيي، دروسك عادي. نعم هم مدرسين جشعين حراميه، كل اسبوعين هيعمل لك مذكره يقول لك لازم تشتريها علشان دي هيبقى فيها الامتحان كامل والجو ده. ما تشتريش حاجه، يعني انت مذكره او كتاب وانزل دروسك عادي. المدرس بقى عمل كده معاك، سيبه فورا، ما تروح، سيبه فورا، ما تروحلوش تاني. مشكلتي ان المدرسين اللي كنت بروح لهم في الاول اولى وثانيه ما كنتش بفهم منهم حاجه، كنت بروح لهم بس لان كان عندهم ناس كتير. حرفيا ده اللي يقول لك مش كل حاجه بالشكل، مش كل حاجه يعني بالعدد. مدرسين كتير وعندهم مجاميع كتير وناس كتير فيها، لكن انت هتروح تحضر انت مش فاهم اي كلمه اللي بتتقال. حرفيا بيبقى كاتب لك كده الحاجات على السبوره وبيقراها لك بس. ذاكر، اعمل اللي عليك. انا ما عملتش اللي عليا طبعا، ولا ذاكرت ولا عملت اي حاجه، ولكن اعرف ناس كتير عملت اللي عليها وربنا وفقها، وناس كتير تانية عملت اللي عليها ما فقدتش في الحظ، او مثلا تنسيق ظلمها والدرجات ظلمتها. لكن انت اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا وادعي. مش هقدر اقول لك حاجه غير انك تدعي. يعني جايب 72% بالدعاء بس، بالدعاء والصلاه وبس. كنت بذاكر حاجه الحمد لله، يعني ربنا جبر بخاطري وعديت من السنه دي. والله بجد ايا كان المجموع اللي انت هتجيبه اوعى تعيد السنه، اوعى تعيد السنه. انت لو نجحت بس ما تعيدهاش تاني. ما تقولش ان انا كان ممكن اجيب اعلى، ما تعيدهاش بجد. اعرف ناس عادت السنه عشان المجموعه ما عجبهاش، وناس تانية كانت جايبه 50%، جايبه نص الدرجات في المواد كلها، وقالت مش هكمل تاني، مش هعيد السنه، هعدي وخلاص، اي حاجه هخشها خلاص. كله عايز يمشي منها. وناس تانية عدت السنه عشان لا انا كان ممكن اجيب احسن من كده. انت ما تعملش كده، انت عدي السنه وخلاص، بحلوها بمرها عديها بس. ده كان ملخص رحلتي في ثانويه عامه. هي ما كانتش رحله طويله قوي، ما كانش فيها احداث شيقه كتير، لكن هي مجرد كلمه ثانويه عامه فعلا هي مرعبه. بس يعني حابب اقول لك لو كان عجبك الفيديو يعني يا ريت تعمل لايك، سبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب، لان هيبقى في فيديوهات كتير جايه. على طول بقول كده صح، ما بيحصلش، ولكن يعني هحاول ان انزل فيديوهات تانية. هي طبعا اكونتات السوشيال ميديا تحت في الديسكريبشن، فولو في كل حته. ولو احتجت مني اي حاجه كلمني عادي، يعني احنا اخوات. انا ما بصدش اي حد. انا والله يا جماعه متواضع جدا. يعني انا ما احبش اشوف مثلا كده في اي اكونت عندي ان انا في رساله انا مش شايفها، او في رساله ما ردتش عليها. ما بحبش كده. محتاجتني في اي حاجه، محتاج تسال اي حاجه، انا معاك. السلام عليكم. سلام يا دنيا هبعد وعيش مع حالي.